للأسف الشديد، سبب رئيسي في مشاكل شباب كتيرة قوي بسمعهم هو إنهم بيسمعوا ناس ما عندهمش خبرة وما عندهمش علم، وبيبنوا على اللي هم سمعوه ده قرارات في حياتهم، وبيضيعوا على نفسهم فرص كتيرة قوي كانت هتفيدهم في الكارير بتاعهم بسبب اللي هم سمعوه. فتلاقي مثلا طالب في كلية تجارة ضيع صيف كامل منزلش اتدرب في أي بنك بس علشان سمع يعني تدريب البنوك ده ملوش لازمة، والناس بتروح تصور ورق ومش هيستفيد منه بحاجة. أو هتلاقيه ما انضمش لنشاط طلابي معين، النشاط ده بترعاه شركة كبيرة، ممكن يبقى له فرصة توظيف في الشركة دي بعد ما يتخرج، بس علشان سمع إن النشاط ده بيضيع الوقت، أو إن الستودنت أكتيفيتي كلها بتضيع الوقت وملهاش لازمة. فالسؤال هنا، أنت بتسمع لمين؟ بتسأل مين؟ بتاخد رأي مين؟ مشكلتنا ان احنا بنسمع لاي حد، بنسمع لزميلنا اللي هو في نفس مستوانا، اللي هو مش بيقرأ، مش بيطور من نفسه، اللي هو مش عارف حاجة وقاعد معانا على نفس القهوة، بنسمع كلامه وبنبني على كلامه قرارات، بنعتبره ان هو محل ثقة بالنسبة لنا. طب في رحلة بحثك عن الوظيفة بقى، انت مستني تسمع ايه من صاحبك اللي هو في نفس مستواك، اللي بقاله كتير جدا مش لاقي وظيفة، وبقاله كتير جدا قاعد في البيت؟ مستني يقولك مثلا طور CV بتاعك، او انت محتاج تشتغل على نفسك اكتر، محتاج تقرا اكتر في الجوب هانتنج؟ في رحلة بحثك عن السعادة، انت مستني ايه من صاحبك اللي هو والكآبة اصدقاء من زمان؟ مستنيه يقول لك ايه؟ ما هو اكيد هيقول لك انه مفيش اصلا سعاده في الدنيا، وان الناس كلها تعبانه، وان احنا اتخلقنا من الارض عشان نتعذب. والتاني اكيد هيقول لك انه في واسطه في البلد ومفيش شغل والكلام ده كله اللي بيعطلنا، واحنا بناخد الكلام ده وبنمشي عليه وبنبني عليه قرارات. فانت بتسمع لمين؟ ليه فعلا لما بنسال ناس اصحابنا بنفس مستوانا بنعتبرهم محل ثقه، واللي هو خلاص بعتبر صاحبي ده ان هو مدير توظيف في شركه مالتي ناشونال وباخد بكلامه؟ ما هو لو انا عايز اعرف صح في وظائف في مصر ولا لا، يبقى اوصل ل HR بقى في شركات مختلفه واسالهم اكتر من واحد، وده بقى سهل بالمناسبه دلوقتي. سيرش بسيطه في لينكد ان على HR اللي شغالين في مصر، وبمسج بسيط جدا ابعتها لهم اعرف فيه وظائف ولا لا، وايه هي الهايرنج بروسيس، وازاي اوصل للشركات والبنوك، وازاي اوصل لجهات العمل، وازاي اقدم، والكلام ده كله. بس هكون سمعت من اهل خبره، من اهل علم، فلما اجي ابني قرارات عليها تبقى قرارات سليمه وتبقى خطوات سليمه. لما اجي اسال عن السعاده، اسال ناس فعلا سعيده في حياتها. لكن احنا بنضيع على نفسنا فرص كتيره جدا. بشوف ناس ضيعوا 4 سنين جامعه ما عملوش فيها اي حاجه، بس علشان من قبل ال4 سنين سمعوا برضو من حد صاحبهم انه ادخل الجامعه، عيش ال4 سنين دول بحلوهم ومرهم، وبعد ما تتخرج خد لك بقى كميه كورسات بقى تنميه بشريه، على كمبيوتر، على لغه، على مش عارف ايه، وخد لك شويه شهادات حطهم في الCV بتاعك، وانت كده تبقى زي الفل، والوظيفه تنزل مطر عليك. يضيع ال4 سنين، بعد ما يخلص يتفاجئ ويلاقي نفسه انه كلام صاحبه ده ما ودهوش في حته، لانه كلام غلط من الاساس. تلاقيه بقى اختار كلية معينة بس علشان تسمع من الناس ان الكلية دي حلوة ومستقبلها حلو، تلاقيه اختار قسم معين علشان سمع ان القسم ده كويس ومستقبله حلو، تلاقيه بعد عن تجارة لانه سامع انه اللي بيدخل تجارة ده بيطلع يشتغل كول سنتر او كاشير، تلاقيه اختار قسم محاسبة وما دخلش ادارة بس علشان سمع ان ادارة ما فيهاش مجالات، والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله. تلاقيه بعد عن التسويق لانه مقتنع من واحد صاحبه انه بتاع التسويق ده اللي بينزل يبيع خطوط جنب الجامعة، او انه مقتنع انه بتاع المبيعات هو اللي بينزل يبيع خطوط جنب الجامعة، وانه كل شغلانة المبيعات كده. وعلى الجانب الاخر يا ريت لما حد يسألنا ما نتكلمش وخلاص، وعادي جدا وكويس ان احنا نقول ان احنا مش عارفين. لو سألنا على حاجة احنا مش عارفينها، يا ريت يا ريت يا ريت نقول احنا مش عارفين. ولو احنا اللي بنسمع يا ريت نسأل اكتر من واحد، يا ريت نسأل اهل العلم واهل الذكر في الموضوع، واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.